أبو وديع يحفظ من كتاب الله ويتلو كتاب الله. أنا عندما قرأت سورة مريم عنده مرة أحد المرات أحد الزيارات، فكان يردد وراي حتى بعض المقامات الموسيقية، كان يرشدني إلى بعض الأمور لأنه مدرسي أبو وديع. كشف الشيخ ياسر الصالح عن كواليس معرفته بالمطرب جورج وسوف وسبب تلاوته القرآن الكريم داخل عزاء نجل وديع جورج وسوف بكنيسة القديس نيكولاس الأشرفية في لبنان. وقال ياسر الصالح في تصريحات له إن المطرب جورج وسوف ليس مجرد فنان بالنسبة له، ولكنه يتردد عليه باستمرار ويحب تلاوة القرآن ويحفظ بعض الآيات، مضيفا إلى أنه طلب منه أن يتلو سورة مريم خلال عزاء نجله، مؤكدا أن وسوف كان يردد معه بعض آيات السورة، حيث يحرص دائما أن يستمع لها ويحفظها. وأكد الصالح أن علاقته ممتدة بجورج وسوف منذ وفاة والدته، وعندها طلب منه أيضا قراءة سورة مريم له، لافتا إلى أن وسوف حافظ لكتاب الله ويتلو دائما الآيات القرآنية وأنه ليس بجديد عليه.